السلام عليكم. أسئلة كتير وكومنتات كتير بتقول عندي موت في الزغاليل. أكتر فترة يا جماعة ديت في السنة بيموت من الناس كلها زغاليل، وكان لازم نطلع نتكلم عن الموضوع ده. طيب، إيه اللي بيسبب موت الزغاليل؟ رقم واحد يا جماعة السعة. السعة لو في عندك المكان مش دافي كويس فالطبيعي لازم هيموت عندك زغاليل، وخصوصا الزغاليل اللي هي بيكون عمر 15 يوم. ليه عمر 15 يوم؟ لان الحمام بيبدأ يريش في العمر ده، وبتبدأ الاهالي ان هي تهجرهم. اول ما بيريشهم بتبدأ النتاية، اصلا ميعاد النتاية بترد على الزغاليل دي من العصر كده لحد تاني يوم الساعة 10. ده ميعاد النتاية، فالنتاية بتهجر الزغاليل لان خلاص بدأت تريش والجو ساقع في المكان، فبالتالي بتلاقي عندك الزغاليل بتموت. وده على فكرة بسبب الساعة، وهتلاقي موضوع كتير بالشكل ده في زغاليل بتموت في الأعمار دي عندك. فنصيحتي ليك هنا ان انت لازم تدفي المكان عندك عشان الزغاليل ديت ما تموتش منك. طيب، دي رقم واحد. رقم اتنين يا جماعة وبيسبب موت الزغاليل اللي هي بتكون لسه برضو عمر 15 يوم. لو انت الموضوع عندك مش موضوع ساعة، فهتلاقي ان انت بتدي كلفة ملوثة. يعني ايه؟ هقول لك على حاجة عن تجربة شخصية والله العظيم. كنت جايب شوية ذرة، يعني خدتهم من حد كده جنبي، يعني في الأرياف وكده، خدتهم منه. قال لي حطهم لي كزام، ففرطت الكزام بتاعته كده وحطيتهم للحمام عندي. بصيت لقيت كمية زغاليل عندي بتموت بطريقة ما تتخيلهاش. فهنا وقفت، فايه المشكلة اللي انا عاملها؟ لقيت ان انا الذرة اللي انا خدته ده ببص فيه، لقيت فيه حبوب مسوسة، ولقيت فيه اصلا يعني الحبوب اصلا مش نظيفة. فبالتالي هنا برضو هي ديت اللي موتت الزغاليل. فخلي بالك، الكلفة يا جماعة اللي بتنباع كمان عند التجار، الكلفة ديت بتكون متخزنة، في كلفة بتخزن بالسنة وبيكون عندها مواد حافظة. فخلي بالك من موضوع الكلفة ديت في الأعمار دي. حاول إن أنت تعمل كل على ايديك جاهزه. هات ذره عويجه، هات ذره صفراء، هات قمح، هات فول، هات عدس. شوف انت بتعمل كلفتك ازاي، ولكن خلي الكلفه بتاعتك نظيفه عشان الزغاليل ديت ما تموتش منك. طيب، وده سبب رقم اتنين، وهي الكلفه اللي بتموت الزغاليل في الاعمار دي. السبب اللي بعد كده يا جماعه مرض الكنكر اللي بيموت الزغاليل في عمر 3 4 ايام. تبص الزغاليل اصلا، الزغاليل مش بتبقى ميته هنا من الساعه، لان الاهالي سبحان الله بتفرز حرارة بتدفي الزغاليل ديت طول ما هي راقدة عليها. يعني بتوصل درجة حرارة الزغاليل ديت ممكن 35 درجة. فهنا اللي بيموت الزغاليل دي الأكل بتاع الأهالي. طيب، الأهالي لما بتأكل الزغاليل يا جماعة، الأهالي ممكن تكون حاملة أمراض. وعلى فكرة في أمراض بتكون غير ظاهرية مش باينة على الفرد. الفرد عندك شكله حلو، بيكلف حلو، بياكل كويس، الدنيا معاه زي الفل، والمرض ما هوش ظاهر عليه. فالزغاليل يا جماعة عشان ما بيكونش عندها مناعة، فهنا ممكن تموت منك في الأعمار الصغيرة دي. فخلي بالك، احنا بنقول ندي فلاجيل ليه أول الزغاليل ما تطلع من الحصى؟ عشان يا جماعة إن الأهالي تدي لبن نظيف خالي من الأمراض ومن البكتيريا اللي هي بتنقلها للزغاليل. فبندي فلاجيل عشان تدوم لبن نظيف. فاول الزغاليل عندك ما تطلع ابدا ان انت ادوهم كلفه نظيفه عشان الدنيا تظبط معاك، عشان بس لما تبص تلاقي الزغاليل ميته منك عمر يوم وعمر يومين والقصه دي كلها. طيب، إيه اللي بيموت برضو الزغاليل يا جماعه في المرض الكنكر؟ ده مرض يا جماعه خطير جدا وبيصاب به الزغاليل. على فكره الحمام الكبير ممكن يصاب بيه بسبب تلوث الكلفه، ولكن الحمام الكبير لو عنده المرض بيقوم المرض. ولكن الزغاليل القصبة الهوائية بتنقفل بسبب تجبنات في الحلق. بيكون في تجبنات في حلق فرد الحمام، فرد الزغلول بيكون في تجبنات في الحلق. فبالتالي الزغلول اصلا بيموت منك، لان الاكل اللي بيديهوله الاهالي ما بيدخلش الحويصلة بتاعتهم. فخلي بالك المية تكون نظيفة، عشان المية برضو لو انت سبتها باليوم والاتنين وتلاتة بتكون طحالب وبتكون بكتيريا، والحمام بيشرب منها الحمام الكبير وشرب الزغاليل. فمهم هنا تغير مزقة المية دي يوميا. طيب، ايه برضه يا جماعه اللي بيخلي ممكن الزغاليل تموت منك؟ لو حضرتك بتقدم الحبوب المكسوره. الحبوب المكسوره يا جماعه خطر جدا على الزغاليل. الزغاليل يا جماعه بتكون معدتها عامله زي ورقه البفره. يعني انا لو اكلت حبوب مكسوره زي الدشيشه وزي الرز الشعير يا جماعه والشعير نفسه وتشيشه الفول، كل الحاجات دي يعني الاهالي ما بتبدا تاكل الزغاليل عمر مثلا 15 يوم، فبتاكل الزغاليل كويس. في اهالي ما شاء الله عليها حنينه، فبتاكل الزغاليل كويس.
فهنا كتر الاكل معده الزغلول بتبقى مش عارف بقول لك هتنفجر. فمعده الزغلول هنا لو في حبوب مكسوره او في رز شعير او الحاجات دي كلها، فهنا ممكن معدة الزغاليل تنخرم بسبب الموضوع ده. وفي على فكرة حالات انبعتت لي معدة الزغلول مخرومة. وفي ناس على فكرة بتشتكي بتقول انا عندي الزغاليل بتموت مني ومش عارف إيه السبب. الزغاليل اكله كويس وما كانش في حاجه امبارح، صبحت النهارده لقيت الزغلول ميته مني. ما هو بسبب ان انت بتدي حبوب مكسوره. وعلى فكره يعني الموضوع ده مش هياخد باله منه الا المربي الشاطر. المربي الشاطر اللي هياخد باله من الموضوع ان الزغاليل ممكن تموت منك بسبب الحبوب المكسوره. طيب ايه يا جماعه اللي انا بقى المفروض ان انا اعمله مع الزغاليل دي؟ كده احنا المفروض عرفنا الاسباب، يعني كذا سبب مش سبب واحد. فايه اللي المفروض ان انا اعمله مع الزغاليل دي عشان الزغاليل دي تقدر تستحمل معايا؟ اول حاجه يا جماعه انا المفروض ادفي المكان عندي كويس، خصوصا في الجو اللي احنا فيه ده. ديت رقم واحد. رقم اتنين يا جماعه ان انا لازم مزة الميه دي بغيرها يوميا، مفيش مشكله. رقم تلاتة يا جماعه لو حطيت شويه عسل اسمر على الميه. عسل اسمر يا جماعه يعني مش عايز اقول لك ممكن تلاقيه متوفر في اي مكان ورخيص، ما هوش غالي. لو حطيت في كل اسبوع يومين عسل اسمر على الميه، كل اسبوع يومين. طيب ايه فوائد العسل الاسمر؟ عشان انت بتقول لنا حط عسل اسمر. العسل الاسمر يا جماعه هنا بيدي سعرات حراريه لجسم الطيور دي، بيدفي جسم الطيور. فالعسل الاسمر مهم جدا، كان الحمام الكبير ولا الحمام الصغير. وعايز اقول لك على حاجه بمناسبه احنا بنتكلم على العسل الاسمر، لو حطيت عليه ليمونه، لو انت حطيت على العسل الاسمر ليمونه، فانت هنا كده بترفع مناعه الطير، بترفع ده رافع مناعه. يعني بدل ما انت بتروح تجيب اميولانت ازازه قد كده وعايز ترفع مناعه الطيور، عسل اسمر وليمون بيرفع مناعه الطيور وكمان بدفي جسم الطيور. وكمان فايده مهمه جدا من فوائد العسل الاسمر، لو عندك زغاليل بتكبس. في زغاليل يا جماعه بتكبس وانت مش عارف، تقول الزغلول بيموت داخل البيضه، الزغلول بيكون نائر والزغلول بيموت داخل البيضه. هنا يا جماعه بسبب نقص سعرات حراريه في جسم الزغلول ده. فانا لما بدي عسل اسمر للحمام الكبير، الحمام الكبير بيدي سعرات حراريه للبيضه. النتايه طبعا بتكون متغذيه كويس فبتبيض بيضه سليمه تقدر الزغلول يخرج منها بعد كده. فهنا يا جماعه العسل الاسمر ليه فوائد كتير جدا، ما هيش فايده واحده. طيب ايه برضو اللي انا اعمله مع الزغاليل دي عشان ان انا اخد زغاليل كويسه؟ ممكن يا جماعه الكلفه الناعمه. الكلفه الناعمه يا جماعه مهم جدا، يعني بلاش ان انا ادي حبوب خشنه، خصوصا لو طلع عندي كميات زغاليل في الاعمار اللي هي الاولى، يعني عمر اسبوع. المفروض ان انا اهتم بالكلفه الناعمه، يعني ادي ذره عويجه، ممكن القمح، ممكن العدس. الحاجات دي يا جماعه حبوب رفيعه الحمام بيعرف ياكلها كويس والحمام الكبير يعرف يهضمها. ممكن تحط نسبه علب بسيطه 10% من حجم الكلفه. لو تجنبت الحاجات دي صدقني هتقدر تفرخ بشكل كويس وهتقدر يكون عندك انتاج بشكل كويس. بتمنى يا شباب يكون الفيديو ده عجبكم، يكون قدم لكم معلومه. لو وصلت معايا في الفيديو لحد دلوقتي ما تبخلش عليها باللايك بتاعك الجميل. شوفوا الشكر على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.